بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه يا جماعة. أنا كل ما أجي أعمل فيديو وأقول عليه الموبايل ده هو موبايل مقابل سعر في الفئة الاقتصادية، ألاقي الفئة الاقتصادية لقيت موبايل تاني في الفئة الاقتصادية بيقول برضه إن هو بيدي قيمة مقابل سعر. أنا مش فاهم بأمانة في إيه، مش عارف. في النهاردة عاصفة موجودة في مباريات الفئة الاقتصادية، في حاجة غلط. معانا النهاردة موبايل جاي في الفئة الاقتصادية من شركة شاومي بينافس بشكل كبير جدا إن هو يقول لك أنا ملك هذه الفئة. ومن أهم المميزات بتاعته إن هو بيجي لك ببطارية عملاقة 7000 ملي أمبير. أنت ماشي بموبايل باور بانك حرفيا في إيدك، وشاشة عملاقة وشاشه اي بي اس وفول اتش دي بلس وحاجات كبيره جدا. شاشه 6.9 بوصه. انت ماسك موبايل، انت تقريبا ماسك تاب مش موبايل حرفيا في ايدك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا مراجعه جديده لموبايل جديد من شركه شاومي، واهلا بشركه شاومي ان هي ترجع تاني تمسك الفئه الاقتصاديه وتعمل مباريات كويسه في الفئه الاقتصاديه عودا حميدا. والصراحه احب اشكر بالاخص الشركه الوحيده اللي هي يعتبر انا شايف من وجهه نظري هي السبب في رجوع كل الشركات ان هم يعملوا موبايلات قويه تاني من جديد في الفئه الاقتصاديه بعد فتره عكاف. حرفيا مباراه سيئه جدا، مباراه ما بتقدمش اي قيمه مقابل سعر الفتره اللي فاتت دي كلها. فاحب اشكر شركه انفينكس، هي اللي نزلت من اول الانفينكس هوت 50، والهوت 50 اي برده كان بيقدم قيمه كويسه بس مش قوي، الهوت 50 كان اكتر. من ساعتها الشركات ابتدت تعمل حاجات كويسه وتعدل نفسها في حوار الفئه الاقتصاديه، فانا احب اشكر انفينكس بالاخص في الموضوع ده. لكن النهارده مش هنتكلم عن انفينكس، احنا هنتكلم عن الموبايل الشاومي الجديد وهو الريدمي 15. موبايل اصلا من الاول هو شكله كبير جدا، حجمه كبير جدا في الايد، وكمان هو وزنه كبير 214 جرام، وزنه تقيل، وممكن يكون هو من اتقل الموبايلات اللي موجوده اصلا في المنافسين كلهم. ولكن الموبايل امكانياته كويسه جدا من بدايه البطاريه 7000 ملي امبير اللي احنا اتكلمنا عنها، والشاشه 6.9 انش. لكن اول تعالى نتكلم من الاول من بدايه التصميم. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان هيكون في مقارنه ما بين اقوى موبايلات في الفئه الاقتصاديه قريبه ان شاء الله باذن الله. فما تنساش انت تكون عامل الجرس عشان تشوف المقارنه دي وتشوف مين اقوى موبايل فيهم كلهم. فيلا بينا نبدا. اولا الموبايل كله التصميم بتاعه كله والمتانه بتاعته من البلاستيك، ولكن هو من البلاستيك الماسك القوي اللي ما بيتكسرش منك من اول مره. الموبايل كمان جاي مقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 64، و64 هو برده معيار خفيف، يعني هو ممكن ما تنزلش بيه الميه، لا هو طارد خفيف للميه. الظهر ما فيش اي حاجه فيه مختلفه ما عدا النافذه بتاعت الكاميرات الكبيره اللي واخده حيز كبير من الظهر، وهو الظهر كمان فلات. ولكن انا كنت اتمنى ان هو يكون الظهر مش فلات قوي كده، لان الموبايل كبير جدا في الايد، فكان محتاج ان هو يكون فيه حبه كيرفات بسيطه كده في الحواف عشان يقدر ان هو يسهل عليك المسكه. والشكل بتاع الشاومي ده هو نفس الاتجاه برضو اللي واخداه انفينكس في الموبايلات بتاعتها، برضو هو نفسه يعتبر الشكل. الموبايلات دي شبيهه لبعض شويه. لا وكمان شاومي ما اكتفتش على كده، هي كمان حبت ان هي تقلدها في نفس الطريقه اللي هي عملت بيها الكاميرات. كل الكاميرات دي هي كاميرا واحده اصلا، الكاميرتين التانيين منظر. وهنا كمان طبعا شركه شاومي زي ما معودانا ان البوكس بتاعها يعتبر كامل متكامل في كل حاجه. عندك هنا سكرين بروتكتور، وعندك كمان هنا شاحن 33 واط، ودي حاجه كويسه طبعا، هو موجود في العلبه مع سلك الشاحن، وكمان سكرين بروتكتور موجوده في العلبه. ناقص بس ان انت يكون معاك سماعه ويبقى عظمه قوي، لكن الحركه دي الوحيده اللي بيعملها هي شركه انفينكس. لو بصيت عندك على الموبايل هتلاقي ان انت عندك خاصيه الاي ار سنسور عشان تقدر تتحكم في اي حاجه سمارت، هتلاقيها موجوده فوق. كمان الحاجات الجميله في الموبايل ان هو بيدعم الان اف سي، ومن تحت هتلاقي يو اس بي تايب سي، وبيدعم خاصيه الاوتو جي. والسماعات الموجوده في الموبايل هنا هي مونو للاسف مش سبيكر. كمان الموبايل مش بيدعم مدخل سماعه 3.5 مللي للاسف. انا مش فاهم ليه يا جماعه شركه سامسونج يا شركه شاومي انتوا ليه حاطين موبايل ب 3.5 مللي؟ انا ما اعرفش ليه من غير 3.5. ليه يا جماعه؟ لسه حوار ان السماعات السلك دي خلاص تنتهي، لسه مش دلوقتي ومش هتنتهي باذن الله اتمنى يعني. بس عامه كتصميم هو تصميم لذيذ، لان التصاميم دي بتبقى ارائي فيها اللي انا بحب كل التصاميم الصراحه. انا ممكن امسك ده عادي وممكن امسك ده عادي، ممكن حاجه تبهرني قوي زي مثلا الاوبو الرينو بتاع الفراشه والحاجات دي كلها، التصميم بتاعه عاجبني جدا، ده بالنسبه لي من احلى التصاميم اللي موجوده في السنه. لكن بقيه التصاميم بالنسبه لي حلوين يا جماعه، عادي مفيش مشكله خالص بالنسبه لي. عندك هنا كمان زرار الباور واللي مدمج فيه زرار البصمه، ومن اسرع زراير البصمه اللي موجوده في الفئه بتاعته. وتعالى بقى نتكلم عن الشاشه العملاقه اللي معانا، شاشه اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس، بتيجي كمان ب 6.9 بوصه، 2340 في 1080 بكثافه بكسلات 340 بكسل لكل بوصه، وده رقم كويس جدا. كمان هنا عندك معدل ريفريش ريت او الهرتز اللي موجود هنا 144 هرتز، الرقم ده مش موجود اصلا اللي انت تلاقيه في موبايل في الفئه الاقتصاديه، طبعا دي حاجه عظمه جدا. والسطوع بتاع الموبايل بيوصل لغايه 850 نيتس، هو مش افضل سطوع قدام اشعه الشمس ولكن مقبول وهتقدر تشوفها بشكل كويس. الشاشه الصراحه هنا هي عملاقه جدا كبيره جدا على الايد، وهتقدر ان انت تشوف المحتوى بشكل كويس. وطبعا الشاشه الكبيره هتبقى مميزه جدا للناس اللي بتحب الجيمنج وبتحب الالعاب، دي هتبقى كويسه جدا بالمناسبه بالنسبه لك اكيد. حتى كمان حواف الشاشه هنا يعتبر صغيره عكس اللي كانت موجوده في الاي 07 خالص، هنا الحواف صغيره جدا. والشاشه اللي هنا لا تقل حلاوه عن الموبايل الانفينكس هوت 60 برو ولا حتى الاي 17. الشاشه هنا ممتازه، مش عشان هي اي بي اس ال سي دي فهي وحشه، لا شاشه عظيمه الصراحه، برغم ان الاثنين التانيين سوبر اموليد بس هي جميله جدا. والموبايل بيجي بنسختين، واحده 128 جيجا 6 جيجا رام، او الثانيه 256 جيجا 8 جيجا
جرام. بس انا كنت طمعان ان هي تيجي الرامات بنوع ال DDR5X، لكن هي جايه بال DDR4X وبرده ما عنديش مشكله. ممكن تقدر تحط كمان كارت ميموري خارجي، ولكن بتستغنى عن احد الشريحتين. تعالى بقى نتكلم برده عن المعالج اللي موجود هنا، وهو اللي جاي من كوالكوم، وهو السناب دراجون 685 مع تكنولوجيا ال6 نانومتر، ومعالج الرسومي ادرين 610. انا عايز اقف شويه على المعالج ده، لان المعالج ده هو مش اول مره نشوفه عامه. احنا شفناه قبل كده في الفيفو V60 لايت والاونر X7D كمان، يعني هم موجودين قبل كده. ولكن انا عايز اقف شويه على هذا المعالج. المعالج ده هو قديم ومش افضل معالج موجود في الفئه الاقتصاديه بتاتا. يقدر ان هو يشغل لك الالعاب على 40 فريم مستقرين، ولكن الموبايل يعني الصراحه انا شايف ان انت حطيت لي هيكل معدني قوي قادر ان هو يعمل كل حاجه، وحطيت لي فيه محرك يعني قليل قوي. انا شايف ان الموبايل ده كان يستحق ان هو يكون فيه معالج احسن من ده. معالج كويس جدا. الموبايل ده في الاستخدام اليومي طبعا بسبب الهايبر او اس 2 نسخه الشاومي الجديده بتاعت السوفت وير بتاعها عظيم جدا، من اسلس السوفت ويرز اللي موجوده في العالم، بل ممكن يكون هو افضل سوفت وير حاليا في العالم. سلس وخفيف جدا على الواجهه، ما بيستخدمش موارد كتير، فانت طبعا هتلاقي عندك سلاسه كويسه جدا. ولكن ده ما يمنعش ان انت لازم يكون معاك المعالج قوي عشان تقدر ان انت تاخد التجربه الكامله. المعالج اللي هنا كويس ولكن مش افضل حاجه للاسف. يعني هو انا كنت طمعان في معالج احسن من ده شويه يا جماعه. المعالج ده مش هيديك التجربه كويسه مع الشاشه العملاقه اللي هنا، انا هيديك حاجه كويسه لو هو كان اعلى من كده، ولكن للاسف المعالج ده مش افضل حاجه. لكن لو موبايل استخدام يومي فهو هيبقى معاك ممتاز جدا. يعني يا ريته مثلا هيليو جي 85، هيليو جي 90، هيليو جي 99، مش هقول لا، ولكن هو لا يقترب حتى للهيليو جي 99 باي صله. وكمان بسبب ان المعالج ضعيف، فانت هتلاقي ان في بعض الاوقات بتلاقي ان ال 144 هرتز قلت لل 120، وممكن كمان تقل اكتر من كده وتوصل كمان لل 90 في بعض الاوقات. دي طبعا بسبب عوامل كتير، اولها المعالج وطبعا الرامات وذاكره التخزين والانواع بتاعتها. عشان كده انا كنت بقول لك نفسي كانت الرامات تبقى زياده، وكمان تبقى من نوع اسرع علشان تحاول ان هي تحاكي المعالج. كمان مستشعر التقارب اللي موجود هنا هو سوفت وير مش هاردوير. تعال بقى نتكلم برضو عن بطاريه الموبايل القويه جدا اللي موجوده، وهي بطاريه 7000 ملي امبير بسرعه شاحن 33 واط بيجي جوه العلبه. 33 واط الحمد لله، مش 25 زي سامسونج الحمد لله. لا كمان الموبايل هنا بيشحن شحن عكسي بقوه 18 واط، وطبعا دي ميزه حلوه جدا هي تكون موجوده. الموبايل طبعا 7000 ملي امبير، فانت ممكن تستخدمه كباور بانك حقيقي حرفيا. الموبايل هيقدر يعيش معاك ايام، ممكن يومين مستريح جدا لو انت استخدامك كمان بسيط خالص 3 ايام. اندرويد 15 مع هايبر او اس 2 طبعا سلاسه ما بعدها سلاسه. بقى نتكلم عن الكاميرات بتاعه الموبايل. طبعا زي ما انا ما قلت لك ان هي كاميرا خلفيه وحيده، التانيين دول منظر، وانا الصراحه ما بحبش الشغل ده، ما بحبش ان انت تعمل لي شكل اكنه منظر. انا احب ان انت تديني حقي. الكاميرات اللي موجوده حاليا الفئه الاقتصاديه فيها 3 كاميرات عادي جدا، حتى لو انت هتحطها زي بتاعه السامسونج اللي هي تحطها لي عزل وحط لي واحده الترا وال2 ميجا بكسل، على الاقل حط لي حاجه. وكمان انت عندك موبايل ذات نفسك يا شاومي عامله موبايل في الفئه الاقتصاديه قبل كده من 3 سنين كان فيه 4 كاميرات. ايه التغيير اللي حصل يخليك اللي انت فجاه تقلصي ال4 كاميرات في كاميرا واحده؟ دي حاجه انا مش فاهمها يا جماعه. واجهه اللي واخدينها الشركات لان هم يقلصوا الكاميرات ويخلوها بدل ما 4 تبقى 1 ولا 2، انا مش فاهمها بتاتا. طبعا ده بالنسبه لي هيبقى عيب حتى لو الكاميرا ممتازه، لان انت محتاج كاميرا للالترا وايد، محتاج كاميرا على الاقل للدبس، مع كاميرا الماكرو دي بالنسبه لي انا مش لاقي لها اي لازمه. ممكن تعمل كاميرا للعزل، ممكن تعمل كاميرا للالترا وايد، هات لي كاميرتين مش هقول لك لا، اعمل اي حاجه من الحاجات دي. دي حاجات مميزه لازم تكون موجوده. لكن الكاميرا الاساسيه اللي موجوده هنا هي 50 ميجا بكسل زي بقيه المنافسين، بتيجي كمان في حادثه اف 1.8، وعندك كمان هنا فلاش قوي جدا فلاش ليد. وفي حاجه اسمها اي اي لينس، دي عدسه ثانويه موجوده في الكاميرا علشان تدي اضاءه او تدي كواليتي افضل. تصوير الموبايل كويس، في الاضاءه العاليه التصوير طبعا ممتاز وجميل جدا، والتصوير حلو وبيديك شاربنس كونتراست كويسه. في الاضاءه المتوسطه هتلاقيه برده ان هو كويس شويه، ودي حاجه مبهره جدا بالنسبه لي. ولكن طبعا في الاضاءه الضعيفه مش هيبقى افضل حاجه، يعني للاسف هيبقى محتاج منك حبه اديت كويس قوي. الكاميرا السيلفي اللي موجوده هنا هي 8 ميجا بكسل بفتح حاسه اف 2.0، وهي كمان كاميرا السيلفي مش افضل حاجه هنا. برده كل الحاجات طبعا اكيد في كل الاضاءه القويه هتبقى الصور ممتازه جدا، ولكن هتبقى برده محتاجه منك حبه اديت في التصوير الليلي. والله انا بالنسبه لي الموبايل هو مشكلتي كلها معاه في حوار المعالج هو اللي فيه بس بالنسبه لي مشكله شويه، لان انا كنت اتمنى ان هو يكون اعلى من كده شويه. الموبايل ده لو كان فعلا المعالج بتاعه هيليو جي 99 ده كان هيبقى افضل موبايل في الفئه الاقتصاديه بدون منازع بالنسبه لي، خلاص ده كان بالنسبه لي هيبقى التوب خلاص. ولكن بسبب المعالج بتاعه هيقل كتير في الترتيب، علشان انت محتاج التجربه الكامله، والمعالج هو من اسس هذه التجربه ان هو لازم يكون قوي جدا. من عيوب الموبايل طبعا ان مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي، المعالج بتاعه اللي هو مش قوي، ان مفيش كاميرا الترا وايد، ومفيش كاميرا حتى للعزل، مفيش كاميرا حتى تانية يعتبر. الحاجه الثانيه ان الموبايل وزنه تقيل في الايد، لو انت مثلا هتقعد فتره بتمسك الموبايل فده ممكن ياثر على ايدك او ممكن يعمل لك مشكله في الساعد بتاع الايد، فلازم ان انت تكون ماسكه واخد بالك ان انت هتفضل ماسكه فتره طويله فهيوجعك في الايد. وطبعا دي من الحاجات المهمه اللي انت كمستخدم ان انت يكون عندك اريحيه في الحاجه دي، فهنا الموبايل تقيل نسبيا عن بقيه المنافسين. لكن كمميزات شاشه
كويسه جدا وشاشه عملاقه، هي اكبر شاشه موجوده في المنافسين، بطاريه عملاقه تقدر تعيش معاك ايام كتير جدا، سوفت وير سلس جدا، ودي من الحاجات المهمه اللي انت لازم تاخد بالك منها، اللي انت عندك سوفت وير سلس. واخر حاجه معانا هو سعر الموبايل. سعر الموبايل النسخه 128 6 جيجا رام بيجي لك ب 7400 جنيه او 7450. واخيرا اخر حاجه معانا هو سعر الموبايل. سعر الموبايل النسخه 128 6 جيجا رام ب 7450 جنيه مصري، و256 8 جيجا رام بيجي لك ب 8400 جنيه، وكلهم بضمان محلي. وبس كده. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في هذا الموبايل، وهل فعلا الموبايل ده يستحق ان هو يكون يتقال عليه ان هو بيقدم قيمه مقابل سعر فعليا، ولا في موبايل تاني احسن منه؟ ما تنساش ان انت تعمل لايك وتكتب لي تحت في الكومنتات، وهرد عليك ان شاء الله، وفي امان الله.